السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة رسالة قصيرة لما يحدث في ليلة الحنة وليلة الزفاف. ليلة الزفاف وليلة الدخلة اسمها ليلة البناء في اللغة. فاحنا هنبدأ بليلة الحنة وما يحدث فيها من كمية مخدرات بكل أنواعها وخمور وأنوار ودي جي ورقص ومحرمات وألفاظ غريبة. وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني المخدرات والخمور منهي عنها. كمان هنيجي احنا في ليلة الزفاف وليلة الحنة المفروض الناس بتجتمع عشان خاطر بناء أسرة إسلامية تنجب أولاد ينفع الإسلام. أروح جايب خمور وجايب مخدرات؟ طبعا لا، ما ينفعش. وبعدين ظهرت حاجة الأيام دي يقول لك أصل اللحمة غلت واللحوم غلت والأكل غلت، كل حاجة غلت. أنا مش هعمل وليمة ولكن هعمل حنة وأجيب دي جي وأجيب حشيش وأجيب مخدرات وأجيب خمور. يا أخي لا، أنت منحت الحلال عشان تجيب الحرام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي ومسند الإمام أحمد بن حنبل إنه لا بد للعرس من وليمة. يعني إذا كان في عرس لازم يكون في وليمة. يا أخي اقتصد، ما تدعيش البلد كلها، ادعي الأقارب، ادعي الأقارب والجيران، ادعي الأحباب بس. لو مش عايز تدعي الأقارب كلهم ادعي أحبابك بس، واعمل وليمة. لو هتقتصر على حد على 20-30 واحد وما تعملش ليلة حنة، وفر فلوس. أصل ده فلان عمل ليلة حنة جاب فيها مخدرات وجاب، أنا مش أقل منه. لا يا أخي، أنت أقل منه لو أنت زودت عنه مخدرات وخمور هتبقى أقل منه، وأعظم منه وأكبر منه في الذنب نفسه. فليه؟ بعد كده كمان تخلص ليلة الحنة، يروح داخل على القاعة. قاعة ما بها بقى، ممكن أحجز قاعة بكام ألف عشان خاطر ساعة زمن أو ساعتين زمن، وآخد أتوبيسات وآخد ناس آخد ناس ترقص، آخد ناس ترقص على الدي جي، رقص، موسيقى صاخبة، كلها حاجات ممنوعة ومحرمة. يا أخي، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أسست بنيانك على مكان أيل للسقوط، أسست ليلتك ودخلت ابنك أو بنتك على طريقة محرمة تغضب الله. وعشان كده لما يحصل طلاق ويحصل نزاع ويحصل شجار من أول أسبوع من أول شهر ما تتفاجئش، لأن أنت أصلا أسست على حرام. فما أكثر من القضايا اللي هي أمام محكمة الأسرة وحالات الطلاق انتشرت بطريقة كبيرة. كلما زادت الخمور وزادت الديجيهات وزاد الرقص زادت حالات الطلاق. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل.